كيف جاء هذا الاسم ديال ولاد جرار بدار بوعزة؟ تعتبر من القبائل القديمة التي استقرت في سفوح الأطلس الصغير، وتمتد أراضيها بين تيزنيت وسيدي فني، وتعرف تاريخيا بأنشطتها الفلاحية والرعوية. كما كتعرفوا تاريخهم والهجرة ديالهم، ينحدرون من الأمازيغ السوسيين، وكانوا يمارسون زراعة الحبوب، الشعير والزيتون، وتربية المواشي. هاجروا نحو الشمال مع مرور الزمن، بدأت بعض فروعهم تنتقل شمالا بحثا عن العمل والتجارة، خصوصا في فترات الجفاف أو الأزمات الاقتصادية. الوجود ديالهم في المناطق الساحلية مثل دار بوعزة وطماريس خلال فترة الحماية الفرنسية وبداية الاستقلال. استقر بعض أبناء القبيلة في مناطق الساحلية قرب مدينة الدار البيضاء، منها دار بوعزة، طماريس وواد مرزق، سواء للعمل في الفلاحة أو الصيد البحري أو كجنود وحراس ديال الشواطئ الساحلية. علاقتهم التاريخية بدار بوعزة في القرن 18 أصدر السلطان مولاي محمد بن عبد الله أمرا بإسكان رماة جراريين من ولاد جرار في سواحل